السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. حبابي يا السامعين، أرواو وكونوا ديما حاضرين في هاد الليلة، ليلة السعد والهنا. تفتح الورد ونبتو ورقة الحنة، وكل عويتقة مادة يديها وكتسنى. الله يعطينا ويعطيكم سوايع ويام بالخير مدفقة. قالوا ناس زمان اللي معهود ليهم بالحكمة والاتزان، العقل والتفكير ميزان، والديب ديب ونيته مخدوعة، والكلب ديما كلب واخا يرضع من السبوعة. أما السبع سباع لو كان يكبر في وسط الضبوعة. ونرجعوا يا الكرام ونقولوا كان حتى كان في أيام زمان حكاية ولد مغنية، الشاب المقدام اللي ما خاف الهوان ولا رهبة الأسرار ولا البراري والقفار، ولا إني قبل ما نسافروا يا الفضال في الخيال ونكملوا الحكاية اللي سبق ورويت منها 4 الأجزاء وما بقى غير الجزء الأخر. نبغي نعتذر للمستمعين اللي كيحبوا حجاياتي ويتبعوا ديما الحكايات اللي كتونس وتشوق وتخلي كل من كيسمع السرد يسبح في الخيال ويعيش الأحداث ويتونس بالحاضر واللي فات. نقول لكم جميع راه الغياب كان بالسبب قساوة الأيام والجهد فات الجهد، ولا يني على كل حال الرجوع لازم وما هو محال. وحتى ما يطول الكلام نكمل ونزيد ونقول اللي وقع وجرى للتهامي ولد مغنية اللي صار وجال في بلادات غريبة بعيدة وقريبة. كان التهامي كيقلب ويسول عازم ومدمر حتى للغاية يوصل، يحقق الرجاء ويبلغ المنى. عزيمته القوية وإيمانه الراسخ باللي غادي يحقق الهدف خلاه يدوب الصعب ويقطع الجبال والبحور، يصبر ويصابر الكل ما صادفه حتى حل الألغاز وعرف الأسرار. وفي كل مرة كان كيوصل لعند واحد من الرجال يحكي له الجواب على السؤال اللي محير له الدهان، يسمع منه الحكاية يفهم ويرسخها في عقله حتى يحملها وهو زربان للراجل الزعفان ناوي يحصل على المرام ويحقق الرجاء. حلمه يصبح حقيقة اللي كان كيبان صعيب وضرب من الخيال يصبح واضح ظاهر يتعاش قدام جميع الناس. هو الفقير المعدوم لا مال ولا جاه، يصبح نسيب قادر القضاء تفها فيه البصار ويصدقوها الانفار في جميع الأقطار. الحاصل وعلى ما حكاو سيدنا البرار التهامي اسمع وروى لحكاية الحداد واسمع جميع الأحداث وكيف وقعات ووصلها لصاحبنا مولوز اللي كان كل من شاف حاله كيقسم هو بيمانو ما هو غير هبيل وفاقد العقل الزين، وما هو لا بنادم رزين ولا تابت وحكيم. عذابو دايرو بيدو وحتى قيمة ما عنده، إنما اللي حاصلو وحتى دواخلو ما علم بها غير الواحد وحده مولاه اللي خلقه. وكانت هذه هي الحكاية اللي مازال مخفية على والد مغنية. وصلت تهامي يا سيادي لعند مولوز اللي سبق وشرط له في الحلقات اللي فاتت باللي كان كيبيع كل كيلو اللوز بطرشة من الكفوف، وكيقول بلسانه كل كيلو ثمنه طرشة، إما العقل يرصى ولا الحنك يرشى. التهامي وصل عند محمد بحكاية الحداد
وقرر ليه يحكيها من أولها حتى لآخرها. وقف عليه وكان هو ناسيه، حيت غاب عليه مدة كانت طويلة. والتهامي ألقى السلام وتسنى الجواب. سيدنا، هاني جيت، وراه بيناتنا لازم ما يكون الحديث. مولوز هز راسو وحقق النظر، ومن بعد بدا كيستبشر. انت هذا، وقلت مع بالي مشيتي وعمرك لا وليتي. الشرط عليك صعاب ورجوعك ليا محال. لا واه مولاي، اكلمتي بنت فمي. والراجل كيتربط من لسانه ولا لا؟ غير الحكايه صبحات حكايات، وكل واحد حققت له شرطه حتى نكون وفيت وكفيت. واليوم جا دورك الا بغيتي تصغى وتسمع كمال اللغة. اياها مول الحكمه، فكراني كنتسنى، ودابا ما بقى لا بيع ولا شراء. الراجل يا الفضال جمع وطوى، هلل في الناس وصح في العباد، كيبرح وزاد. اليوم ياه المكان كمال البيع والتقاضى، ميعاد غدا ومول المليح باح وراح. الرباح دا الغدا الصباح ويفتح الفتاح. مولوز يا الحباب غاب دفع قدامه كروسطو، والتهامي كان وراه جار حصانه وشادو من الجامو. وصلوا يا الحباب الرجال بجوج عند واحد الباب، وكان فندق واسع. دخل محمد الكروسة وطرفها في الركنة، وقعد والتهامي في جوارو، وحصانو كانوا قدامه. قال له راني كنسمع، احكي وقول لي اش خبر الحداد. بدا التهامي يروي في الحكايه كيف ما قلت لكم يا ساده. ومحمد كان كيتصنت ويصغى، وفي الاخر قال له خيار، هذا هو حال الحداد. ايوا دروك اسمع مني حتى تحقق مرادك اللي خرجتي على قبله من بلادك. انا يا خويا كنت ولد راجل تاجر، وحنا جوج خوت، وكنت انا الصغير ما نعرف ما ندري غير المسيد وبا الله يرحمه كان راجل شديد، ولا اني معايا انا كان حنين كيفششني ويزيد. فرحان بيا وبقرايتي ونجاحي الفريد. ومشات ليام وجات خرى، وصبح با في الدار ديال الاخره. ما دوز عليه غير الرحمه، وانا وخويا فرقنا التركه، ونصيبي خديته بلوفه. ومع قلة الفهامه والمعرفه تبعت الصحاب والرفاقه، رفاقة العار والشوم وضياع الحال. وراوني يا خويا الغريب والوقت الخيب. كنت وسطهم انا العزيز، الكلام كلامي والشورى شورتي، حتى تميت المال. وهنا الصحبة ولات معايا محال، مني نفضوا يديهم ونساو خيري اللي صرفتو فيهم. ولقيت راسي وحدي وحتى حاجة ما بقات عندي. فكرت ولقيت الباب اللي ليه نمشي هو خويا ولد بويا وامي. دقيت بابو وتسنيت جوابه. خرج يا خويا عندي وكان كيسول وهو غضبان. قلت له يا خويا اعتقني، راني جيعان، مدة وزمان ما دقت النعمة ولا جات في كرشي طحون طرحة، والمال التم ليا وتقاضى. قال لي اغبر من هنا، ما باقي نشوفك قدامي، ما توصلني ولا يغرك الغرار وتعاود تولي عندي. حقك خديتيه وبحماقك تميتيه، وتبعتي طريق السوء وحقي بغيتي تمسو. واش نقول لك اخويا التهامي، مشيت وفي جلايلي كنت كنعطر حشمان وزعفان، ما راضي بداك الحال، ما غمضوا لي عينيا. وفي ديك الليله بت انا سهران كنقول
كيف نكسب المال، وليني يا صاحبي وكيف قالوا الناس ديال زمان، يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. واخا أنا الصنعة عمرني ما تعلمتها، إنما كنت كان فاس لقيته هو السلاح، درتو على كتافي وقبضت طريق الغابة بكري وكانت مغبشة الضبابة. سرت مسيرة ساعة حتى وصلت ولقيت شجرة كبيرة مجدرة، وقلت نقطع عروشها ونحزم حزمة مليحة نبيعها في السوق ونكسب المال وبالحلال. ومع الضربة الأولى اتشقت يا خويا الأرض بين قدامي وخرج راجل صحيح تاني، كتافو شداد وعضلاته مفتولين وقامته كانت قصيرة مدكوك تقول قزان، ولا إني كان كيبان حكيم ورصين. قال لي بصوت خشين: اش هذا يا بنادم، جايني في هاد الصباح بكري تزعجني وتخسر نعاسي؟ جاوبتو وعيني في عيني، لازمني نصور رزقي حتى نعيش باللي قسم لي ربي. قال لي خذ هاد البوق وسير لا تمحن ونسى عليك الهم، فيه نفخ من اللي تحتاج، راك تصبح قيمتك من قيمة ماني نتاج. خديتو ورجعت زربان محتار وفرحان، الخطوة درت فيها 2 حتى وصلت للدار. سديت الباب وشفت يمانة ويسار وبديت كان نفخ في البوق، وعيني ما صدقوا اللي صار. عمر عليا المكان كوام كوام، لويز كيبري كيحمق ويغري، انا كنفخ وهو كيتكب. فرحتي كانت ما كتوصف، وضيق الحال اتبدل وصبح لكتير من المال. عمرت انا قرابي وخرجت للسوق ديال الذهب، بعت اللويز وبديت كنشري كاع اللي كتبان لي. فرشت الدار وصبغت المكان، كسبت الدشور والحوانت والبيوت وحتى الفرارن. الحاصل وليت مولاي محمد، الناس فيا كتمجد، ولا ليا صيت والكل كيكبر بيا كيف بغيت وتمنيت. ايوا يا صاحبي، وصلات خباري لخويا ولد امي وبويا، وجا لعندي كيسول ويسقسي اش هاد الشي ومنين. قلت هذا رزقي وجابوا لي ربي الحنين. ما حبيت نعاود له سراري، انما كان كيلح وكيكثر في السؤال حتى دخل ليا بين الجلد والعظم. وقلت له الحكايه، والبوق اللي كان حدايا جبدته وقلت له من هذا. ما صدق وقال لي ما يمكن، وحتى يكون كلامي صادق انفخت في البوق قدامه، واللويز عمار له كمامه داع قدامه وفي جنابه. اجمع يا خويا داك الخير وخرج من عندي، وانا يا الغشيم الدال في البهيم ما شكيت ولا طاح في بالي خويا غادي يخون ويسرق داري. ونهار تخصيت وحتى جيت وبغيت ننفخ في البوق لقيته مسروق، وعرفت باللي خويا خاني وما عرفتو كيف دار لي. ومن ذاك النهار وانا كنبيع في ملاكاتي حاجه من ورا حاجه حتى ما بقات حتى حاجه. وهنا هزيت يا صاحبي فاسي وحطيته على كتافي، وفي الغبوشيه ديال الصباح بكري وصلت انا للغابه. ضربت الضربه الاولى وخرج ليا يا صاحبي الراجل نفسه، وهاد المره كان كيخاصم ويرجدد. قال لي مولاي اش جابك في هاد الصباح، ياك تتكلبو يكفيك ويغنيك. قلت له وكنت حشمان اتسرق ليا يا سيد السياد، وبقيت انا شو هاللعبات. قال لي هذاك سرك اللي لسانه طويل ويحكي للغير يضيع ويضيع من يدو الخير الكتير. خذ ومد ليا معون وكان ثقيل وموزون
وقال لي علقوا. جيت يا صاحبي للدار جاري، دقيت المسمار وكان صحيح وعلقته فيه، وقلت بلاتي نتسنى اللويز، إنما كان الرزق لوز كتير كيتكيل بالكيل. عبر عليا المكان أكوام كوام، كان يا صاحبي لوز غليظ بنين وزين. جبت أنا حمال وخرجت نبيع في اللوز من بلاد لبلاد، ومع السلعة كانت كتيرة سومتها ولات قليلة وما بقات عندها حتى قيمة، والولاد ولاو كيلعبوا بيه بالزناقي بحال العصف والعلف. وهذا هو اللي خلاني كل نهار كنخرج في الصباح نصيح والنادي وكل روستي عامرة قدامي، اللي يعبر اللوز ديالي يكفكف ويعطيني الحناكي حتى نتعلم ونتربى ونكون للناس عبرة. وهذه هي حكايتي. تبغي شي حاجة أخرى؟ التهاني اسمع يا الحباب وروى وشكر الراجل مول هاد القهرة. وقبت الطريق راجع لبلادو ناوي، وكانت النية صافية يوصل عند قاضي القضاء مول الشرط والحكمة. ايوا يا سيادي، التهامي لقى الميمة اللي كان صبرها طال وقلبها داب بالشوق الملقى ولدها اللي غاب عليها، وكانوا عينيها دبالو بالبكا كتقول وليدي مالو، واش حالو، واش مات. وفي الدنيا كاين الآفات. التهامية الفضال وصل وكان ملقاه مع امو غالي والفرحة كانت كبيرة. التهامي كان كيجري ويجاري، والمال اللي كان معمر الشواري بيه بنى دارو اللي كانت كي القصر، فرشها وخلاها فريدة. جاب لمو الخدم وعوضها على ايام الهم، وخرجوا في نيتو بين يدين القاضي يحضر يتكلم ويحكي السيرة اللي على قبلها. خرج وسافر وغير عنده وصل، ما سلم ولا تكلم حتى صب قدامه الياقوت صاع كبير. والقاضي شاف داك الخير وكان كتير سولو اش هاد الشي يا ودي. قال له التهامي هادي زيادة على شرطك قدام هاد السادة، جبت لك الحكاية، وهذا هو صداق بنتك المعصون اللي بغيتها تكون مراتي واللي بغاها ربي تكون. قال له القاضي ما تحتاج ولدي، هذا كافي صداق ديال بنتي. القضية الفضال حضر في الحال اللي يعقد القران، والبنت اللي كان زينها كيقطيب الخزران قدو قواه على التهامي الراجل المقدر. وهكذا وفي نفس الجمعة تقاموا الفرح والعرس. كان ايام وايام 7 ايام بالتمام. العروس دار راجلها حضرات وكانت راضية وقابلة بالراجل اللي على قبلها جال وصال وحقق الصعب والمحال. مشات حجيتي من واد الواد وبقيت انا معاكم يا ولاد الجواد.